السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال باذن الله. وانتم كتشاهدوا معايا الفيديو اليوم باذن الله غادي نقترح معكم وصفات متنوعه ما بين المالح والحلو، تنوعي بها المائده الافطار ديالك، كتجي ساهله وبنينه بزاف وسريعه في التحضير. فما تنسونيش من تشجيعاتكم، جزاكم الله كل خير. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بالتحليه او المهلبيه. اليوم غادي نحضر معكم مهلبيه. خديت كاسرول، غادي ناخذ 3 المعالق كبيره ديال سكر سنيده، كيس من سكر الفانيلا. انا دائما كنبدا هكذا بالتحليات ولا شي حاجه اللي كتخصها تبرد هكذايا وكتاخذ مني وقت كنحيدها عليا. خديت هنايا 3 المعالق كبار ديال النشا، وغادي نزيد عليهم 2 معالق كبار ديال ماء الزهر. بالنسبه لهذا الماء الزهر انا عندي ديال الايد، مقطر على اليد. وغادي نزيد نصف لتر من الحليب. غادي نخلط الكل جيدا وغادي نرجعها فوق النار حتى تغلى ليا مزيان، تغلى ليا الحليب. ومن بعد غادي نوضعها في كؤوس للتقديم. صافي هنا كنحركو مزيان باش ما كيبقاو لياش داك التكتلات ديال النشا والسكر. صافي هنا التحليه ديالي من بعد ما تغلات ليا مزيان حتى كتطلع الغليه في الحليب، وهنا كنبدا نعمرها في هاد الكؤوس ديالي كما كتلاحظوا معايا. وغادي نخليها تبرد شويه هكذايا غير برا على ما كتشد راسها. ومن بعد كنزينوها باللي متوفر. انا هنايا كان متوفر معايا شويه ديال اللوز وشويه ديال اللوز ايفيلي، المهم هكذايا مخلط زينت به هكذايا. فالتزيين كيبقى على حسب الذوق اختياري. وهنا غادي ندوزو باش نشوفوا العصير ديالنا اللي غنوجد معكم. هذا العصير كيجي بنين بزاف وسهل في التحضير. هنايا عندي واحد الكميه ديال الليمون برتقال معصور. غادي نضيف عليه تقريبا 3 ديال الجزرات صغارين هكذايا اللي سلقته مزيان واستقطرته من الماء. وغادي نضيف هكا بنانه او حبه من الموز. وعندي هنايا واحد الياغورت بالمذاق ديال المشماش، ممكن ديروا اي لوغو كتفضلوه. وهنايا غادي نزيد واحد 4 حتى ل5 ديال المعالق ديال السكر. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت السكر كيجي المذاق ديالو معتدل، كيجيش حلو بزاف، فالسكر كيبقى على حسب الذوق. صافي هنايا غادي نطحن المكونات ديالي مزيان في الخلاط الكهربائي. وغادي نسكب العصير ديالي في هكا في زجاجه وغادي نخليه يبرد. وغادي ندوزو باش نشوفوا هنايا المسمن اللي غادي نوجد معكم او المورقات اللي غادي نوجدوهم بالعجينه. المسمن كيجيو رائعين. غادي نخرجوا منهم الحلو والمالح. هنايا تحتاجيت 350 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس، غربلته مزيان وزدت عليه 125 غرام ديال الدقيق الفينو او الدقيق الصلب. زدت واحد القبيصه ديال الملح ونص معلقه ديال خماره الكيماويه. وزدت هنايا معلقه كبيره ديال العسل اللي تقدروا تعوضوها بالسكر الخشن. هنايا كنبدا نجمع الخليط ديالي هنا غير بالماء البارد ديال الصنبور عادي. صافي وهنا كنبدا نضيف الماء تدريجيا. صافي كنبدا نجمع العجين ديالي هكذايا مزيان وانا كنضيف الماء تدريجيا. بالنسبه لكميه الماء اللي خدا مني تقريبا كاس واكثر من نصف، يعني بقى ليا واحد شويه هكذا تقريبا 2 معالق ديال الماء. وهنايا صافي من بعد ما جمعت العجين ديالي مزيان كما لاحظتوا معايا، هنا زدت واحد المعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه اللي تقدروا تعوضوها بزيت الزيتون. صافي وكنبدا نفرك هكذايا العجين ديالي هكذا على سطح العمل غير شويه حتى كنحصل على واحد القوام ملين كما لاحظتوا معايا. صافي ندهن العجين ديالي هكذا وكنديرو في واحد البلاستيكه اللي تكون طبعا مدهونه بالزيت النباتيه. صافي وكنخليه على جنب كيرتاح. وهنا غادي ندوزو نشوفوا الخلطه اللي غنورقوا بها هاد المسمن ديالنا. هنايا خديت 2 ديال لي بول او 2 زليفات. بالنسبه للزلافه وحده درت فيها كميه زيت زايده، وبالنسبه للزلافه الاخرى درت فيها واحد شويه ديال الزيت النباتيه. هنا غادي نزيد عليها ملعقه كبيره من الفينو، وغادي نزيد واحد الملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه وملعقه كبيره ديال النشا الذره. وغادي نخلط الخليط ديالي حتى كنتحصل على واحد الخليط اللي يكون هكذا على شكل بوماد كما كتلاحظوا معايا. وهنايا العجين ديالي من بعد ما ارتاح وتطلق ليا كما كتلاحظوا ندوز باش غادي نشكلو
هنايا طبعا داك البول اللي خدينا فيها شويه ديال الزيت، صافي هنا زيت نباتيه باش غادي نشكلوه وغادي نسرحوه. صافي هنا كنشكل العجين ديالي على شكل كويرات. بالنسبه لهاد الكميه ديال العجين خرجت ليا تقريبا 14 الحبه، يعني غادي ندير 7 ديال الحبات ديال مالحين و7 الحبات الاخرين حلوين. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي، هنا كتحاولوا ديروهم نفس القياس باش كيجيوكم هكذا، كيجيوكم نفس الحجم. صافي وهنا كنبدا ندهن الوجه ديال الكويرات ديالي باش ما كيديروا لياش داك القشره بالزيت النباتيه، وكنغطيهم ومباشره غادي ندوزو باش غادي نسرحوهم. وهنا كنبدا باول يعني الكبيرات اللي بديت بهم هما الاولى، وكنسرحهم هكذايا فوق سطح العمل غير بالزيت النباتيه. كما كتلاحظوا معايا راه العجين كيتسرح بكل سهوله. صافي هنا كنبدا نسرحو مزيان حتى كيبدا يبان ليا هكذا سطح العمل. اصلا راه الكويرات صغارين يعني دغيا كيتسرحوا معاكم هكذا. وكناخذ داك الخلطه ديال التوريق. بالنسبه لهاد الخلطه راه زوينه، كتغنيكم عن الزبده تماما، وكتجي واحد التقرميشه زوينه بزاف، كيجيو مورقين ومقرمشين. صافي كنبدا ندهن هكذايا وكنشكلهم على شكل مسمنه اللي صغيره. هنايا غادي نشكلها هكذايا وغادي نطويها على 4 كما لاحظتوا باش كيجيوني داك الطبقات هكذا مورقين. بنفس الكيفيه غادي نكملهم كاملين حتى نكمل المسمنات اللي عندي كاملين. وغادي ندوز هنايا باش نشكلهم. السبعه الاولى غادي نديرهم مالحين، والسبعه الثانيين غادي نديرهم حلوين. فهنايا الدست الاول مسمنه قديناها، وهنا خديت واحد الفرomاج ديال الساندويتش. بالنسبه للحشوه غادي نعمرهم غير بالفرomاج كيجيو زوينين بزاف. داك الفرomاج ديال الساندويتش ما درتوش كامل، راني قسمت منه شويه، وديك البقايا اللي غادي تشيط انا نقول لكم شنو غادي نخدموا بها، يعني ما كتضيع حتى حاجه الحمد لله. صافي هنا درت داك الطرونش ديال الفرomاج ديال الساندويتش، ومن بعد زدت عليه شويه ديال الموتزاريلا اللي كيبقى اختياري، ولويتو مزيان كما كتلاحظوا شدوه مزيان. وهنا غادي ندوزو باش غادي نوجدوا الفطائر الحلوين ديالنا. بالنسبه لهاد الفطائر كناخذ المسمنه ديالي وكنسرحها على شكل اللي هو طولي، ماشي على شكل مربع كما كتلاحظوا، حيت غادي نديروهم هكذا طويولين، غادي يجيونا بحال التيبانات هكذا طويولين. هنايا تعمرتهم غير بالشوكولا كان متوفر معايا، وانتم تقدروا تعمروهم باي حشوه بغيتو، كريم باتيسير، تفاح، اللي كان متوفر عندكم. انا توفر معايا هنايا الشكلاط ديال الدهن فعمرتهم هكذايا به. بنفس الكيفيه غادي نكملهم كاملين ونسرحهم. هذه هي الكميه اللي خرجت ليا 14 الحبه. تبقاو ليا واحد جوج من هذوك الطوال درتهم في لاطه اخرى. هنا خديت صفار بيضه، زدت عليها واحد المعلقه صغيره ديال الصوجا، وغادي ندهن بها هاد المملحات ديالي. بالنسبه للمملحات الحلوين راه ما كتجيش باينه بتاتا. صافي غادي ندهنهم كاملين بنفس الكيفيه هكذا مزيان. وبالنسبه للاطا ضروري دهنوها بشويش ديال الزيت، اولا تقدروا ديروا هكذا ورق سوفيريزي ديال الفرن اللي بغيتو. صافي وهنا من بعد ما كنكملهم بالدهين غادي ندوزو باش نزينوهم. بالنسبه للتزيين هنايا غادي نزين داك الفطائر اللي مالحه، غادي نزينهم بالبافو. تقدروا تزينوهم بالزنجلان باللي كان متوفر عندكم، وغادي نزيد عليهم واحد الطريف ديال الزيتون هكذا خضر باش غادي نجمع داك في الوسط، يعني كتزيين كنشد بهم داك العقده في الوسط باش ما كيتفتحوش. واخا ما كتشدوهمش راه ما كيتفتحوش معكم، يضغطوا عليهم مزيان لان ما فيهمش الخميره. صافي هنايا كنشدهم كما لاحظتوا بهكا قطعه ديال الزيتون الاخضر، ممكن ديروا الزيتون الاسود اللي توفر معكم اللي كان متوفر. وبالنسبه لديك الفطائر الحلوه غادي ندير بهم هكا غير فتيحات هكذا بالموس، ما تفتحوهمش بزاف لان انا درت ما بغيتش نفتحهم بزاف لان عندي انا عمرتهم بالشكلاط، خفت لي يخرج ليا داك الشوكولا. صافي هكذايا وكندخلهم للفرن. كنشعل عليهم من الاسفل ومن الاعلى على نار متوسطه. وهنا غادي ندوزو نوجد معكم واحد الصبه ديال الخضره كتجي بنينه بزاف. انا خديت واحد الكاسرول، خديت جوج حبات صغار ديال البطاطس، عندي واحد الحبه صغيره ديال الفلفل الاحمر. بالنسبه لهاد لاصوب ديروا فيها الخضر اللي كانت متوفره عندكم.
أنا هادشي اللي توفر معايا وراه كتجي بنينة بزاف وسهلة في التحضير. هنا خديت واحد الحبة ديال حبة ونص عفوا ديال الجزر اللي قطعتهم على هاد الشكل كذلك، وغادي ناخد كذلك واحد الحبة صغيرة ديال الطماطم اللي غادي نقسمها على هاد الشكل هكذا، ونحيدو لهاداك القليب الا كان صفر هكذا ولا خضر كنحيدوه، وكنقطعها بالقشرة ديالها كما كتلاحظوا. وهنا عندي جوج حبات ديال البورو كذلك او البصله الخضريه، كنقطعهم بهذا الشكل هكذايا. وعندي واحد شويه ديال الكرافس حتى هما راه كيعطيو واحد المذاق بنين بزاف لهاد الصوبه، كنقطعهم على هذا الشكل. وغادي نزيد واحد المعلقه اللي تكون هكذا ممزوجه ما بين القزبر والمعدنوس، يعني نصف معلقه من الحاجه. وغادي نزيد كذلك واحد المعلقه صغيره من الطماطم المصبره صافي. وكندوزو للتوابل. بالنسبه للتوابل غادي نضيف الملح انا هنايا خديت 2 معالق كبار، فاش كنزيدو الكميه ديال الماء راه كتجي معتدله صافي. هنايا عندي شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفله الحمراء، شويه ديال السكنجبير حتى هو، وشويه ديال الفلفل الاحمر او البابريكا صافي. هنايا كناخد كندير شويه ديال الزيت كذلك، زيت نباتيه، وكنزيد عليها واحد نصف كاس ديال الماء، وكنرجع كلشي حتى كيتشحر ليا مزيان. ومن بعد كنضيف الكميه الماء اللي غادي نحتاج بالنسبه لنتوما الصوبه ديالكم، واش بغيتوها ثقيله ولا بغيتوها خفيفه، يعني على حسب الذوق. وبالنسبه لداك الفخوماج اللي شاط ليا هنا من بعد ما طابت ليا الخضيره راني طحنتها، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. وهنايا غادي دزت باش نطيب لاصوب ديالي. هنايا راني زدت عليها داك الكميه ديال الفرماج اللي شاط ليا من هذاك الحشوه، يعني ما ضاعش، غير كنبداو نخلطوه مزيان لان راكم عارفين عفوا داك الفرماج ديال الساندويتش ما كيبغيش يذوب بسهوله. وهنا زدت واحد قطعات ديال الكفته اللي كتبقى اختياريه. وصافي هادو هما الشهيوات ديالنا اللي حضرنا، وهذه هي الطبيله ديالنا الحمد لله. كنتمنى ان الوصفات اللي حضرت معكم اليوم ينالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم، فعلا كيستحقوا التجربه وما كياخذوش واحد الوقت اللي هو كتير. هنايا هادو الفطائر المالحين شوفوا معايا راه كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذين بزاف ورائعين. وكذلك الفطائر الحلوين اللي عمرناهم بالحشوه ديال الشوكولا. هنايا انا زينتهم فقط بالسكر كلاصي وشويه ديال القرفه، ممكن تزيدوا الشكلاط اللي كان متوفر عندكم زينوا به. ودهنت لهم السطح ديالهم بالعسل وعاد زينتهم صافي. وعندي هنايا لاصوب ديالنا اللي حضرناها حتى هي راه كتجي رائعه بزاف. وبالنسبه لهذيك الطورتيه ديال البطاطس عمرتها بالكفته، راه كتجي بنينه وسهله حتى هي في التحضير. ديجا حطيتها معكم في القناه، كنت عمرتها بحشوه ديال الدجاج، راه كتجي رائعه في الفرن بالفرماج، كتجي بنينه بزاف. وهذا هو العصير ديالنا، كيجي خاطر بحال كيتباع في الزنقه، بحال داناب ديال الزنقه، كيجي بنين بزاف ولذيذ. وكذلك المهلبيه اللي حضرت معكم راه هي كتجي كريميه ولذيذه بزاف وكتجي سهله. وهذه هي الصوبه ديالنا اللي حضرنا، حتى هي كتجي المذاق ديالها رائع وبنين بزاف. وبالنسبه للمهلبيه انا ما خليتهاش هكذايا، ما بغيتش تجيني عاقده بزاف، بغيتها تجيني غير كريميه، كتجي بنينه بزاف. فهادو هما الوصفات اللي حضرت معكم اليوم، كنتمنى ينالوا الاستحسان ديالكم. الى فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.